الجزائر. أعتقد الآن قرأت البيان، القرار غير قابل للطعن أعتقد، لأنه صدر من لجنة هي الاستئناف التي قبلت طعن الجامعة الملكية المغربية. إذن ربما هذا القرار لا يقبل الطعن فيه، ولكن السنغال نعم السنغال وايضا نعم. النسخه هذه لهذا الكثير قال انه لماذا نظمت كاس افريقيا، اعطوها للمروك طبعا مهزله، علاش لعبوا كل الفرق تلعب وكان قدموها لها من البدايه. الكاف تتخذ قرارا بمنح المغرب كأس افريقيا بدلا من السنغال. نحاول التاكد من هذا القرار اذا كان ممكن. عجيب جدا يعني موجود هذا الخبر، ولكن انا ما قلتوش لانه بلال غريب جدا اذا صح هذا نعم الخبر. يشار لانه اعتقد انه الخبر رسمي على حساب ما روي. الكاف تمنح كاس افريقيا 2025 للمغرب، خبر عجيب وغريب وغير مفهوم تماما. هو تم فتح تحقيق. خبر نعم هو تم فتح تحقيق منذ خبر رسمي. خبر رسمي نزل في الكاف حسب المصادر بعثها لي صديق يعني عنده مصادر تاعو مليح، راح نشوفه في الكاف، لكن رسميا في الكاف لحد الان ما صدرش. وتهنئه الكاف للسنغال لم تصدر ايضا، ولكن خبر مثل هذا اذا بشكل رسمي منتخب المغرب بطل كأس افريقيا الامم 2025. لجنة الاستئناف تعتمد خسارة منتخب السنغال في نهائي كأس افريقيا 2025 بالمغرب وتعتبره مهزوما 3-0 لصالح المغرب. القرار جاء بعد قبول استئناف الاتحاد المغربي والغاء قرار اللجنة التأديبية بسبب خرق السنغال لوائح البطولة وفق المادة 82 و 84. باقي القرارات: ايقاف اسماعيل السيباري مباراتين، الغاء الغرامه الماليه، تخفيض غرامه الاتحاد المغربي، تثبيت غرامه 100,000 دولار بسبب التدخل في منطقه الفار، تخفيض. اذا خبر عجيب غريب غير مفهوم تماما، خاصة انه فتح فضيحة. اذا نحن على المباشر ونتكلموا على فضيحة من اكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم. هي على الميدان. السنغال فازت بلقب كاس افريقيا 2025 وكل العالم شاهد كيف فازت السنغال وكيف ارادت المغرب ان تفوز بالنهائي بطرق غير رياضية وبطرق لا تنتمي لكرة القدم. بعد ذلك لقجع وبشراء الدمم بالمال الفاسد أراد أن يستولي على كأس الكاف. الآن أخذها بالورق، ولكن بالميدان هي كأس إفريقيا للسنغال، ولكن ما زال هناك طعن. ولكن الغريب والعجيب أن التحقيق يفتح منذ 4 أيام فقط، واليوم تخرج نتيجة التحقيق. أمر غريب وعجيب. أيضا هذا يخلينا أن نولوا إلى الابتزاز الذي مارسه المغرب من أجل عدم تنظيمه كأس إفريقيا للسيدات. اليوم الكاف على الورق يمنح كأس إفريقيا للمغرب، ولكن على الميدان السنغال هي من توج به. الملف إذا مصدر رسمي من داخل الكاف اللي مضاد لما يقوم به لقجع، يقول أنه هذا البيان تاع لجنة الاستئناف لا يستطيع أن يكون هذا القرار يطبق نهائي فعليا، لأنه رسميا الاتحاد السنغالي رفع دعوى قضائية للمحكمة الرياضية، وهناك محكمة رياضية ستفصل في الأمر، والمحكمة الرياضية تعتمد النتائج النهائية وهي فوز السنغال. إذن بشكل رسمي الاتحاد السنغالي يرفع دعوى قضائية، وهذا مصدر رسمي من الكاف. الآن أنا أتحدث عن أمر يعني وصل برنامج بعد الفطور، مصدر رسمي للشروق نيوز من الكاف يقول أن الاتحاد السنغالي رفع دعوى لدى المحكمة الرياضية، وأن قرار لجنة الاستئناف لا يعتبر قرارا نهائيا، ولا يسحب لا تسحب كأس إفريقيا 2025 من المنتخب السنغالي، ولن تمنح للمنتخب المغربي إلا بعد صدور قرار المحكمة الرياضية. ذات المصدر يؤكد أن المحكمة الرياضية من المرجح أنها ستعتمد النتيجة النهائية التي كانت على أرضية الميدان. إذا نعيد مصدر رسمي من الكاف يؤكد للشروق نيوز أن الاتحاد السنغالي رفع دعوى قضائية
لدى المحكمة الرياضية، والمحكمة الرياضية من المرجح أنها ستعتمد النتيجة النهائية لكأس أو لكأس نهائي كأس إفريقيا للمنتخب السنغالي. ذات المصدر أكد أنه الآن لا يمكن للاتحاد الإفريقي أنه أو لجنة الاستئناف تسحب كأس إفريقيا من المنتخب السنغالي ولن تمنحها إلى المنتخب المغربي إلا بعد صدور قرار المحكمة الرياضية الذي يرجح أن يعتمد النتيجة النهائية. إذن هذه مصدر رسمي للشروق نيوز من الكاف. هذا الخبر دلالة على أنه كما كنا نتحدث في الكثير من المنابر الإعلامية، كنا نقول أنه الكاف مختطف من طرف الأقجع والزبانية تاعو، موسيقي ليس له أي نفوذ على مستوى الاتحاد الأفريقي. اليوم بعد ما كان لويت يد الاتحاد الأفريقي من طرف الأنفانتينيو والفيفا، بعد ما أصبحت الأمور مفضوحة، لم يتمكن من إصدار أي قرارات في حق المغرب، لكن في آخر المطاف عاقب المغرب. اليوم المغرب استفز الاتحاد الافريقي بكرة القدم فيما يخص كأس افريقيا للسيدات، قال انه بسبب ظروف قاهرة لم يتمكن من احتضان كأس افريقيا. هذا قرار دلالة على انه اليوم انه الاتحاد الافريقي مصداقيته اصبحت تحت الماء، مصداقيته غير موجودة، غير قادر على اتخاذ قرارات والقرار أيضا أعتقد الآن قرأت البيان، القرار غير قابل للطعن أعتقد، لأنه صدر من لجنة هي الاستئناف التي قبلت طعن الجامعة الملكية المغربية. إذن ربما هذا القرار لا يقبل الطعن فيه، ولكن السنغال نعم السنغال وايضا نعم. نسخه هذه لهذا الكثير قال انه لماذا نظمت كاس افريقيا؟ اعطوها للمروك طبعا مهزله، علاش تلعبوا كل الفرق تلعب وكان قدموها لهم يعني والان ثبت ذلك رسميا في مهزله كرويه، في مهزله تاريخيه. يعني نحن هنا من اجل تاكيد انه الكاف كونفدرالية المهازل والفضائح، انه افريقيا للاسف الان سمعتها في الحضيض، تعرف سيكون ميمز عالمي. يعني المنتخب المغربي سيصبح مضحكة، وحتى انه طالب هذا الكأس اصلا قلة قيمة من عندهم. صح، مصداقية الاتحاد قلة قيمة. أنا كأس خسرتها على الميدان، وبعد ما نروح نجيبها بطرق ملتوية، قلة قيمة هذه. أكيد إفريقيا كلها ستضحك عليكم، وأوروبا وأمريكا وكل العالم ستضحك عليكم. فقط بالبيان قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحادية الأفريقية لكرة القدم تطبيقا للمادة 84 من لائحة كأس إفريقيا اعتبار منتخب السنغال خاسر بالانسحاب في نهائي كأس إفريقيا المغرب 2025 المباراة، مع اعتماد النتيجة 3 دون مقابل صالح المغرب، حيث اجتمعت لجنة الاستئناف اليوم وبثت في الاستئناف المقدم من طرف الجامعة المغربية لكرة القدم بخصوص تطبيق المادتين 82 و84 من لائحة كأس أفريقيا، وذلك على النحو التالي: قرارات لجنة الاستئناف: قبول الاستئناف المقدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلا ومضمونا. تم إلغاء قرار لجنة تأديبية تابعة للكاف، واعتبرت لجنة الاستئناف أن سلوك منتخب السنغال يدخل ضمن نطاق تطبيق المادتين 82 و84 من لائحة كأس أفريقيا. تم قبول التحفظ الذي قدمته الجامعة المغربية، وتثبت بأن الاتحاد السنغالي لكرة القدم من خلال سلوك فريقه خالف المادة 82 وتطبيقا للمادة 84 اعتبار منتخب السنغال خاسر بالانسحاب في هذه المباراة ب3 دون مقابل لصالح المغرب، ورفض جميع الطلبات أو الخلاصات الأخرى. كما أصدرت اللجنة القرارات التالية: تم قبول الاستئناف المتعلق باللاعب إسماعيل سيباري. أكدت اللجنة أيضا بأن اللاعب سيباري ارتكب سلوكا مخالفا